لو فكرت كده للحظة هتلاقي إن في أعمال كتير بتنجح مش عشان هي متقنة لكن عشان فيها روح وطابع معين بيخليها قريبة من الناس. الرجل العناب واحد من المسلسلات اللي حققت نجاح كبير وقت عرضه رغم إنه من الناحية الفنية مش أعلى حاجة. طيب إزاي مسلسل بجودة إنتاج ضعيف يحقق النجاح ده؟ ولو كان متنفذ بجودة أعلى هل كان هيحقق نفس النجاح ده؟ اللي هنتكلم عنه بالتفاصيل. الرجل العناب لما اتعرض كان واضح جدا انه انتاج ضعيف من كل الجوانب. تقريبا اي حد عنده خبرة بسيطة في التصوير او متابعة للمسلسلات العالمية يقدر يلاحظ ان المسلسل معمول بامكانيات محدودة جدا. بداية من جودة الصورة نفسها اللي كانت باينة إنها مش احترافية الإضاءة. في بعض المشاهد كانت متزنة، مرة تلاقي المشهد مظلم ومرة النور ساطع بزيادة لدرجة إن تفاصيل وشوش الممثلين كانت بتضيع. الألوان نفسها كانت باهتة وما فيهاش العمق اللي بيخلي الصورة تحسسك إنها سينمائية. المؤثرات البصرية كانت واحدة من أضعف الحاجات في المسلسل. أي مشهد المفروض يكون فيه قدرات خارقة زي لما الرجل العناب بيطير أو يستخدم قوته كان واضح جدا إنه معمول بالجرافيكس الرخيص. حركة الطيران كانت مش طبيعية خالص، تلاقي طاير بشكل جامد فجأة كأن حد شده بحبل، مش زي الأفلام الأجنبي اللي بيعملوا فيها الطيران بانسيابية وتحكم. حتى الأشعة المفروض بتطلع منه كانت معمولة بشكل بسيط جدا، تحس إنها تأثيرات من برامج مونتاج عادية مش حاجة متعوب عليها. وده كان جزء من الكوميديا. غير ما يقصده إن الجمهور كان بيشوف المشاهد دي ويضحك مش عشان الأحداث نفسها مضحكة لكن عشان الجرافيكس كان بدائي جدا وبيفكر الناس بالأفلام الرخيصة اللي بتتعرض على القنوات القديمة. حتى الصوتيات في المسلسل كانت ضعيفة جدا. في مشاهد كتير تلاقي الصوت واضح إنه متسجل في استوديو ومتركب وبعدين على المشهد مش متناسق مع الجو العام. في مشاهد كان الصوت فيها واطي فجأة ومش مفهوم وبعدين يعلى مرة واحدة بدون أي سبب كأن الميكروفونات مش مظبوطة كويس أو لأن تسجيل كان فيه مشاكل. ده غير إن بعض الأصوات اللي المفروض تكون مؤثرات صوتية زي صوت الطيران أو ضرب النار كانت باينة إنها مأخوذة من مكتبات صوتية جاهزة مش معمولة مخصوص للمسلسل. فكانت بتدي إحساس إن كل حاجة معمولة بسرعة ومن غير دقة، أو المونتاج برضو كان واضح إنه مش احترافي. في بعض المشاهد الانتقالات بين اللقطات كانت مفاجأة بشكل يخلي المشهد يحس إنه في حاجة غلط. مرات تلاقي المشهد مقطوع قبل الكاميرا تاخد اللقطة الأخيرة بشكل مظبوط فتبقى حاسس إن في حاجة ناقصة. ده غير إن في لقطات المفروض تكون مشاهد أكشن أو لحظات درامية لكن بسبب طريقة المونتاج بقت أقرب لمشاهد كوميديا حتى لو السيناريو نفسه ما كانش بيحاول يبقى مضحك. الأداء التمثيلي نفسه كان جزء من سبب نجاح المسلسل رغم إنه كان فيه لحظات كتير بتحس إن الممثلين بيهزروا أكتر ما هم بيأدوا أدوارهم. في المشهد كتير واضح جدا إنهم كانوا عايزين يضحكوا فيه لكن حاولوا يتمالكوا نفسهم، أو حتى مشاهد مرتجلة تماما تحس إنها مش مكتوب في السيناريو. ودي حاجة زودت عفوية المسلسل وخليته أقرب لروح الأفلام الكوميديا اللي قايمة على الارتجال. المزيكا اللي كانت في المسلسل برضو كانت غريبة، في أوقات تلاقي موسيقى حماسية كأنك بتتفرج على فيلم أكشن ضخم مع إن المشهد نفسه كوميدي جدا. في لحظات تانية تلاقي الموسيقى درامية تحس إنها من اللي بيحصل في المشهد وكأنهم بيستخدموا أي موسيقى متاحة عندهم بغض النظر عن تناسبها مع الأحداث. وده زود الإحساس إن الممثل كله بيتنفذ بعشوائية بس بطريقة مضحكة. كمان الإعلان عن المسلسل وقتها كان بسيط جدا مقارنة بالمسلسلات التانية. كان واضح جدا إنهم معتمدين على قوة الثلاثي شيكو هشام ماجد وأحمد فهمي اللي كان عندهم جمهور كبير بعد نجاح أفلامهم الأولانية زي ورقة شفرة وسمير وشهير وبهير. الجمهور دخل يشوف المسلسل لأنه متوقع منهم حاجة كوميدية مش لأنه متوقع يشوف حاجة إنتاجها قوي. وده خلى الناس تقبل العيوب الفنية فيه بدل ما تركز عليها أو تنتقدها. حتى السيناريو نفسه كان بسيط جدا، الحوار كان أغلبه عفوي وساخر وما كانش فيه أي محاولات إنه يكون عميق
أو معقّد، وده خلّى الناس تحس إنه مسلسل سهل وخفيف ويتشاف من غير أي مجهود. ما فيش تعقيدات أو معقّدة، مجرد مجموعة من المشاهد الكوميديا المرتبطة بحدوتة بسيطة عن بطل خارق غريب الأطوار، ولو كانوا حاولوا يعملوا أكتر جدية كان ممكن يتحول لمسلسل ممل ومكرر. الديكورات كانت ضعف كبيرة في المسلسل، أي حد يقدر يلاحظ إن معظم المشاهد كانت بتتصور في أماكن مقفولة زي شقة صغيرة أو مكتب شكلها عادي جدًا، ما فيش أي مجهود واضح في تصميم الأماكن بحيث تحسسك إنها حقيقية أو مقنعة، حتى لما بيصوروا في أماكن مفتوحة زي الشوارع أو لإن نازلين يصوروا في أي مكان وخلاص. ما فيش اهتمام بتفاصيل الخلفية أو اختيار أماكن مناسبة للأحداث في مشاهد المفروض إنها معمولة على إنها مشاهد خطيرة أو سرية، لكن تلاقيها متصورة في مكان عادي جدًا وكأنه مشهد عادي في أي مسلسل كوميدي تاني. اللبس برضه كانت جزء من الجودة الضعيفة اللي طلع بيها المسلسل، بدل ما يعملوا بدلة لبطل خارق بتفاصيل كويسة وماتريال شكلها احترافي، لأ قرروا يعملوا حاجة أقرب للبدل اللي بنشوفها في حفلات التنكر أو أفلام الأطفال. البدلة كانت باينة جدًا إنها مصنوعة من قماش رخيص، مش مناسبة خالص لفكرة البطل الخارق، حتى القناع كان شكله غريب وكأنه حاجة مش راكبة على بعضها، ومع ذلك الشخصية نفسها بقت أيقونية بسبب شكلها ده، لأن الجمهور حب العشوائية اللي في التصميم وحس إن ده جزء من الطبيعة. المسلسل الكوميدي ولو كان عمله بدلة احترافية وقناع شكله مظبوط كان ممكن يبقى الوضع مختلف تمامًا، وكان ممكن الناس تاخد المسلسل بجدية أكتر من اللازم، وده كان هيخلّيه يفقد هويته الكوميدية اللي تميز بيها. حتى المكياج كان بدائي جدًا، والممثلين في بعض المشاهد كانوا باينين إنهم لسه قايمين من النوم، ما فيش أي تعديل على البشرة أو إخفاء العيوب اللي بتبان تحت الإضاءة القوية في بعض المشاهد. الشخصيات اللي المفروض تكون متأثرة بجروح أو دم كانت باينة إن المكياج المستخدم عليها حاجة بدائية خالص، وأحيانًا الدم اللي في المشهد كان لونه غريب أقرب الأحمر الفاتح اللي بيستخدموه في المسرح المدرسي، مش حاجة مقنعة. رغم كل المشاهد دي إلا إن المسلسل نجح نجاح كبير والناس حبته جدًا، لإن العيوب دي نفسها كانت جزء من شخصيته. الجمهور المصري عنده طبيعة بتخلّيه يحب الحاجة اللي فيها تهريجة وعشوائي، وما بيحبش الحاجة اللي بيتريق على نفسه، بدل ما يحاول المتقنة بزيادة. لما تكون بتقدم حاجة هزلية الرجل العناب كان أقرب لم جاد، وده اللي خلاه خفيف ومحبوب. لو كان إنتاج ضخم وكان المؤثرات والجودة عالية الجمهور كان ممكن يتوقع منه حاجة أعظم، وبالتالي كان ممكن يحبط لو لقى القصة مش بنفس قوة الإنتاج، لكن لإن كل حاجة كانت ضعيفة الجمهور استمتع بيها على طبيعتها وبقى بيتريق عليها وهو مستمتع في نفس الوقت. لكن الغريب إن كل ده كان مناسب جدًا لروح المسلسل الرجل العناب، مش مسلسل جاد، هو أصله كوميدي ساخر، وده خلّى الجودة الضعيفة جزء من الكوميديا. لو كان الإنتاج متقن بزيادة كان ممكن يفقد جزء من الطابع الساخر ده ويبقى مجرد محاولة فاشلة لتقليد الأفلام الأبطال الخارقين اللي عاملين مسلسل كان قائم على الهزار والضحك مش على الأكشن أو الدراما التقيلة. هشام ماجد، شيكو، وأحمد فهمي معروفين بأسلوبهم اللي بيعتمد على التهريج والسخرية من الأفلام العالمية، وده كان واضح جدا في المسلسل إن الجمهور شاف المؤثرات الضعيفة والمشاهد اللي المفروض تبقى أكشن بس طلعت مضحكة ومخدهاش على محمل الجدل، بالعكس ضحك عليها واستمتع بيها. لو المسلسل كان متنفّذ بجودة عالية وإنتاج ضخم، كان هيبقى مطلوب منّه إنه يكون على نفس مستوى الأفلام اللي بيتريق عليها، وده كان هيخلّيه يفقد عنصره الأساسي، في حين أو لون كان اتعمل بجودة عالية وإنتاج ضخم كان هيخسر جزء كبير جدًا من هويته الكوميدية اللي خلّت الناس تحبه بالشكل ده. أول حاجة المؤثرات البصرية كانت
احترافية بجد، وكانت مشاهد الطيران الأكشن معمولة بجرافيكس متقن. الناس ما كانتش هتضحك عليها بنفس الطريقة اللي ضحكت بيها في النسخة اللي اتعرضت، لأن جزء كبير من الكوميديا كان جاي من العشوائية اللي في التنفيذ. الجمهور كان بيشوف المشاهد اللي المفروض تكون خطيرة، زي لما الرجل العناب بيطير أو بيستخدم قوته الخارقة ويضحك، مش عشان المشهد نفسه مضحك، لكن عشان الجرافيكس كان رخيص جدا وباين انه معمول بإمكانيات محدودة. لو كان الجرافيكس واقعي وعالي الجودة كان المسلسل هيبقى أقرب لمسلسل أكشن عادي، أو محاولة مصرية لتقديم بطل خارق ومحترف، وده حاجة صعب جدا تنجح بنفس الأسلوب اللي المسلسل نجح بيه. كمان لو الديكورات كانت متقنة ومبنية بشكل احترافي، وكان كل مشهد معمول بعناية بحيث يخليك تحس إنك في عالم حقيقي مش مجرد استوديو فيه شوية ديكورات رخيصة، المسلسل كان هيبقى رسمي بزيادة. وهنا المشكلة، لأن جزء من الكوميديا كان جاي من إن كل حاجة باين عليها إنها متنفذة بسرعة من غير اهتمام قوي بالتفاصيل. لما الجمهور شاف المشهد اللي فيها مقارات سرية أو معامل بحوث ولقاها عبارات عن أوض صغيرة معمولة بخامات واضحة إنها رخيصة جدا، واستمتع بالتهريج اللي في المسلسل. لكن لو كان المعامل معمولة بتصميمات احترافية وكان شكلها زي الأفلام الأجنبية، كان المشهد هيتعامل مع المسلسل بجدية أكتر. ووقتها أي حاجة في القصة مش منطقية كانت هتضايق بدل ما تضحك. حتى التمثيل لو كان أكتر جدية واتعمل بأسلوب احترافي كان هيخلي المسلسل يفقد عفويته، لأن واحد من أهم أسباب نجاحه إن أبطاله كانوا بيتعاملوا معاه كأنه هزار مش كأنه مسلسل تقيل وجاد. المشاهد كان بيحس إن هشام ماجد وشيكو وأحمد فهمي بيهزروا مع بعض أكتر ما هما بيأدوا أدوار محددة. ولو كان الإخراج صارم وكان مطلوب منهم أداء جاد واحترافي، كان المسلسل هيبقى كوميديا عادية جدا مش بالشكل العفوي اللي الجمهور حبه. الملابس برضو لو كانت معمولة بشكل احترافي، وكانت بدلة الرجل العناب معمولة بخامات فاخرة وتصميم دقيق، كان شكلها هيبقى أقرب الأبطال سي دي مارفل. أو وقتها الناس كانت هتحكم على المسلسل بنفس معايير الأفلام دي، لكن لأن البدلة كانت بدائية جدا وأقرب لحاجة حد مفصلها عند ترزي عادي، الجمهور خدها كجزء من التريقة والضحك. ولو كانت معمولة كويس كانت هتفقد العنصر ده. الموسيقى كمان لو كانت معمولة بشكل احترافي وكان في ألحان سينمائية ضخمة، ما كانش هيبقى في التناقص اللي خلى المسلسل مضحك، لأن الموسيقى اللي كانت محطوطة في النسخة اللي اتعرضت كانت أحيانا غير مناسبة خالص للمشاهد، فخلت كل حاجة تبقى مسخرة أكتر. لكن لو كانت الموسيقى معمولة بمجهود عالي كان ده هيزود الإحساس إن المسلسل فعلا، وده كان هيقلل التأثير الكوميدي اللي كان طالع من العشوائية. بشكل عام لو المسلسل كان معمول بإنتاج محترم وجودة عالية، الجمهور كان هيبصله بنظرة مختلفة وكان هيحكم عليه بمقاييس تانية تماما. ووقتها العيوب اللي الناس كانت بتتريق عليها كانت هتبقى سبب إنقاذه مش سبب نجاحه. ولو كان أقرب للمسلسل أكشن متقن كان هيبقى مجرد محاولة تقليد مش ناجحة، لأن الجمهور المصري مش متعود على النوع ده من الأعمال وما كانش هيتقبله بنفس الشكل اللي اتقبله بيه النسخة العشوائية اللي نجحت بسبب بساطتها.